سابقة قبل كده. فقراءتي الثانية والثالثة يعني إيه أتاحت لي إن أنا أتعمق في الديوان شيئا ما، وأنا كاتب كلمة مقسمة إلى 3 أقسام. ولكن لمن لم يقرأ الديوان فأنا عايز بس كده أدي تقسيمة للديوان والبيانات اللي هي واردة فيه. أولا الديوان كحجم عدد صفحات هو صدر في حوالي 58 صفحة، فيهم 5 صفحات تحديدا: المقدمة والخاتمة والفهرست اللي هو بتاع الموضوع. يتبقى ان الديوان تقريبا حوالي 52 صفحة. تقدم عدد القصائد فيه، طبعا هو تم ترجمته بمصر سكن الروح. في هذا الديوان مصر اختصت ب6 قصائد، وطبعا الاهلي اختص بقصيدتين، وفي قصيدة طبعا اللي انا واقفة مع الاهلي تمام، وطبعا في قصيدة رثاء لعمه، ثم قصيدة لغزة، ثم كتب في الحب تحت عنوان مقتطفات، وكتب إلى ابنته قصيدة وأظنها قصيدتين لأنه كتب قصيدة أخرى تحت عنوان نفسي أشوفك عروسة تمام. ثم بعد ذلك كتب في الحكمة لما كتب قصيدة في ناس، يعني قسم الناس كده أنواع، وكتب قصيدة أخرى تحت عنوان أمة محمد وتحدث فيها عن أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا تقسيم الديوان، وطبعا انا ما خدتش نسخه فعشان كده طابع نسخه هذه تحسب عليك. ماشي ماشي. اولا الدراسه النقديه. الدراسه النقديه الموثقه لديوان مصر سكن الروح للشاعر يسري البطاط. سميت الجزء الاول فيها طغيان العاطفه والحس الوجداني، وهذا ما اشار اليه الاستاذ كرم البغدادي تماما، فكتبت في المدخل العام للدراسه: ديوان مصر سكن الروح هو نشيد وجداني يتجاوز حدود الشعر الغنائي ليصبح سجلا للهوية والانتماء. العنوان وحده يعلن الفكرة المركزية: مصر ليست جغرافيا أو تاريخ، بل روحا حاضرة في وجدان الشاعر والناس. ولقد لخص الشاعر هذه الرؤية في قصيدة مصر سكن الروح لما قال: يا سكن الروح يا شجرايا وضلايا، انت الرملة وانت المية انت هوايا. وكأن لسان حاله يقول: روحك يا مصر سكنة فينا، دمنا ميهون أبدا ولا يبيعك. ثم لو انتقلنا إلى البنية الجمالية اللي هو التحليل الشكلي للقصائد، النصوص تتسم بكثرة التكرار الصوتي والإيقاعات الارتدادية التي تشبه الإنشاد الجماعي أو الموال الشعبي، مما يجعل القصائد صالحة للأداء في المحافل الثقافية، وهو قد اعترف لي بذلك وقال: أنا شاعر محافل ثقافية بعد أن كتبت هذا الكلام. والله هذه التقنية ليست مجرد زخرفة، بل تعبير عن إصرار داخلي على تثبيت المعنى في الوجدان الجمعي. لو انتقلنا بعد ذلك إلى البعد الدلالي، الرموز الكبرى التي تهيمن على الديوان هي الأرض، الأم، النيل، الصمود. ففي قصيدة صاد 14 بيقول فيها: مصر اللي نيلك أغلى من الذهب والماس، أعيش رافع راسك ولا أرض يوم الداس. وكأن لسان حاله يقول: مصر يا أم الحضارة والأنبياء، فيك الدم غالي والصمود بقاء. صراحة هذا البيت يلخص الدائرة الرمزية التي يدور حولها الديوان: الوطن، الأم، التاريخ، في مقابل الدم والتضحية والخلود. ثم لو انتقلنا بعد ذلك إلى البعد النفسي اللي هو التحليل النفسي للقصائد، العودة المتكررة إلى صورة الأم تكشف حاجة الشاعر إلى التثبيت النفسي في مواجهة قلق المصير. ففي قصيدة ملاك بين البشر، ولعل أربح كلمات في هذا الديوان، أجمل ما قرأت في هذا الديوان، بيقول فيها: جابتني للدنيا جابت لي الدنيا. يعني المعنى رائع جدا مع أنهم 4 كلمات إلا أنهم مركزين جدا. جابتني للدنيا جابت لي الدنيا، من غيرها الدنيا ملهاش عازة. وكأن لسان حاله يقول: أمي يا حضن الدفا، يا منارة في العتمة، صوتك دعاء يحمينا. ثم البعد هنا تتحول الأم من رمز شخصي إلى معادل وجودي للحماية واليقين، وهو ما ينسجم مع القراءة النفسية للنصوص. ثم بعد ذلك البعد الثقافي والتاريخي. الديوان لا يقف عند حدود مصر وحدها، بل ينفتح على قضايا الأمة، كما في قصيدة غزة حرة لما يقول: غزة حرة والحر دايما ما ينهنش، ده بيجري على الموت زي الأسد ولا يخافش.
فكأن لسان حاله يقول: غزة يا جرح الأمة، صمودك في القلب نار ونجمة. بهذا يؤكد الشاعر أن مقاومة الاحتلال هي جزء من هوية المصري والعربي، في امتداد لتراث طويل من شعر المقاومة الممتد من أيام أحمد شوقي حتى وصولا إلى أمل دنقل. الرمز الوجودي: الماء والحياة. النيل يتكرر في الديوان كرمز للحياة والخلود، ففي قصيدة شربت من نيلك اللي هي رحلة إلى القاهرة بيقول: أنا أهلك وأنا نيلك، أنا شوقك ودواوينك. تمام؟ تمام. تمام. ما شاء الله. هنا يربط الشاعر بين الفرد والوطن والنيل. هذا ليس مجرد نهر، بل شريان وجودي، توحيد ثنائية الحب والوطن. يختتم الشاعر ديوانه بمزج الوطن بالحب في قصيدة الحب، لما بيقول: الحب ايدين ممدودة لبعض وضحكة فوق الجبين، وكأن لسان حاله يقول: الحب وطن والوطن حب لا ينفصلان. وهكذا يصبح الوطن في النصوص عاطفة وجودية لا تقل عن الحب في عمقها واستمراريتها. خاتمة المقدمة الأولى: ديوان مصر سكن الروح ليس مجرد مجموعة من القصائد، بل هو ترنيمة كبرى تمتد من حضن الأم إلى ضفاف النيل، من جرح غزة إلى شوارع القاهرة، لتقول لنا: ما دمنا نحمل مصر في دمائنا فلن تنطفئ لنا نار ولن يبهت لنا نداء. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية يقولون أنه لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغرنك بطيب العيش إنسان. وامتدادا طبعا للمقولة أن صديقك من صدقك وليس من صدقك، وامتثالا لتعريف الصدق الذي ورد في معظم القواميس والمعاجم اللغوية بأن الصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع دون زيادة أو نقصان. سنتكلم عن بعض الأشياء التي لو كانت اكتملت لكان الديوان في أبهى حلة وفي أجمل صورة. المبالغة في التكرار الصوتي. التكرارات الكثيرة قد تحدث أثرا إنشاديا في البداية، لكنها مع التكرار المفرط قد تفقد قوتها وتتحول إلى رتابة وتضعف من البناء الشعري، وتشتت القارئ والباحث عن صورة مكثفة جيدة، مثلا كما في قصيدة مصر أو ملاك ما بين البشر. تكرار ل8 أبيات في أكثر من موضع، لو ذكرتها مرة واحدة لكان هذا أجمل. تكرار الرموز التاريخية كما أنشدنا في القصيدة منذ قليل بالاسم، الأنبياء بالاسم. تكرار لللفظة الواحدة في القصيدة أكثر من 10 مرات، مثلا كما في قصيدة نفسي أشوفك عروسة، رغم أنها لازمة لعنوان القصيدة، إلا أن لو العدد قل عن ذلك لكانت أجمل بكثير. ثم في قصيدة الأهلي، تمام، اللي هو ذكر أسماء اللاعبين والألقاب المستمدة من المعلقين المصريين والتوانسة تحديدا، هو تكرار يعلمه الجميع. لم أستفد منه إلا أنه عاشق للأهلي. بالمناسبة أنا أهلاوي، تمام، ولكن من المقولات اللي الواحد دايما مؤمن بيها في حياته إن أنت لا تخبر أحدا عن ذهبك أو ذهابك أو مذهبك. 3، لئلا وظيفة الأديب هو أن يؤلف قلوب الحاضرين ويجمع بينهم. مش هكتب له قصيدة وأقول فيها كفاية يوم 6/1، تمام؟ فهذا نوع من الاستفزاز اللي هو ربما يقلب عليك الحاضرين، وأنت وظيفتك هي تجميع القلوب. تتفق على ذلك، تمام؟ المباشرة الزائدة أحيانا. بعض القصائد تميل إلى الخطاب المباشر الشعاراتي، مثل قصيدة غزة حرة. المعنى صادق، لكن التعبير مباشر، أقرب إلى الهتاف السياسي منه إلى الرمز الشعر العميق، وهذا قد يضعف القيمة الأدبية خصوصا أمام النقاد الذين يفضلون الصور البلاغية. غلبت العاطفة على الصورة. أنا قدمت المقدمة الأولى تحت عنوان طغيان الحس الوجداني. الحس الوجداني عند الأستاذ يسري البطاط عالي جدا جدا، الحس الخطابي رائع جدا جدا، المعنى جميل رائع جدا جدا،
ولكنه لو غير قليلا من ذلك واهتم ببناء الصورة البلاغية كما أشار الأستاذ كرم البغدادي، لا رأينا ديوانا في أجمل حلة ممكن أن نراها. أقول بأن المعنى هنا صادق، لكن التعبير مباشر أقرب منه إلى الهتاف السياسي منه إلى الرمز الشعري العميق، وهذا قد يضعف القيمة الأدبية أمام النقاد الذين يفضلون الصور البلاغية. ففي قصيدة مثلا ملاك بين البشر أمي صاد 8 بيقول: عشت عمري معاها كتر خيرها وزيادة، أنا فرحك بحتاج لك وبرتاح لك. مع أن المعنى مؤثر إلا أن التوظيف يظل تقليديا. الأم، الحضن، النور، الدعاء هي صور مألوفة في الشعر العربي وليست جديدة، مما يجعل بعض المقاطع تقع في التكرار الرمزي بدل التجديد. ثم هيمنة الحس الوجداني على حساب البناء الفني. وسبحان الله، والله أنا لم أقرأ ما كتبه الأستاذ كرم ولا يقرأ الأستاذ كرم ما كتبه كامل جاد، إلا أنه سبحان الله اتفاق يعني ربما يدل على أننا قرأنا الديوان بصدق، وربما يدل هذا الإجماع على أنه شبه صحيح، لا أقول أنه صحيح. الديوان مليء بالانفعالات والنداءات الحماسية، لكنه قليل في التجريب الشكلي أو استثمار صور مركبة. ففي قصيدة مثلا مصر يلي جمالك هرم ونيل وتاريخ، مهما يقولوا عزالك كفاية نهر النيل. أحيانا أنا مثلا قرأت بيت مثلا عن مصر كده، يعني لخص تاريخ الزمن الماضي وتاريخ الزمن الحاضر وتاريخ الزمن المستقبل، ما عدتش الألفاظ أنا أحمس، أنا صلاح الدين، أنا لما كان بيقول فيه الشاعر: كنانة الله كم أضحت على خطر ثم استقرت وزال الخوف والخطر. هنا كأنه قطع حجاب الزمن الماضي وقطع حجاب الزمن الحاضر، ثم رسم صورة للاستقرار المتواجد على أرض الوطن. هذا هو التكثيف الذي نريده. ثم لما قال مصر يلي جمالك هرم ونيل وتاريخ، مهما يقول عزالك كفاية نهر النيل، هي تصوغ رسالة واضحة، لكنها أشبه ببيت موعظة أكثر منها إلى كونه لوحة شعرية. وهنا يبدو الشاعر أقرب إلى الإنشاد الوطني منه إلى البناء الرمزي المركب. ديوان مصر سكن الروح صادق جدا في وجدانه، مؤثر في خطابه، قريب من الناس البسطاء، لكن المآخذ التي تؤخذ عليه مجمعة. أولا الإفراط في التكرار، المباشرة الخطابية، غلبة العاطفة على الصورة، تباين الموضوعات وضعف وحدة الرؤية. يعني مثلا أهلي وزمالك وسوق التلات وغزة، البنية الواحدة فئات داخل الديوان. تمام. هذه الملاحظات أقولها بصدق لا تقلل من قيمة التجربة كما قال الأستاذ كرم، بل تفتح بابا أمام الشاعر لتطوير أدواته، بحيث ينتقل من الإنشاد الحماسي إلى البناء الشعري المركب، ومن الشعارات إلى الصور المبتكرة. الجزء الثالث، وأنا يعني هاخده منين؟ هخش كده مدخل من خلال قصيدة بيقول فيها: هو جمهوري بيحب شعر الحزين، وانا بحب اكتب حزين، مع اني والله في الحقيقة بضحك كتير وبفرح كتير، بس لما احب اكتب صوت حروفي يشبه صوت عبد الحليم. طيب، اعتزاز يعني ملحوظة اخرى قرأتها في هذا الديوان، لما كتب قصيدة غزة كتب تحت العنوان الخاص بها، معلش انا مسكت الديوان دراسة، كتب تحته أروع ما كتبت. هل من حق الشاعر أن يقول عما كتبه أروع مما كتبت؟ أروع، ولكن أنا أقول: هل من حقي أنا أن أكتب قصيدة وأقول أروع ما كتبت؟ طيب، جمهوري بيحب شعر الحزين، ماشي، للمرء أن يعتد بنفسه، ولذلك أنا كتبت قصيدة عن الاعتداد، أو مش قصيدة، أنا كتبت كده كلمة برضو مختصرة عن الاعتداد بالنفس، لأن الاعتداد بالنفس أحيانا ممكن يأخذ الإنسان إلى الهلاك لو لم يأخذ الاعتداد بالحق. كذلك توجيه معمق حول الاعتداد والتفرد، وسبحان الله برضو لما كلمته في المعنى ده منذ قليل قال الصفة دي موجودة عندي. أنا شايف إن أنا شاعر غير جميل جدا، ولكن احذر من الكلمات السابقة. الاعتداد فضيلة لا غنى عنها. الثقة بالنفس شرط لكل شاعر يقتحم الساحة،
من دون هذا اليقين الداخلي ما كان أحد ليكتب. نتفق على هذه القاعدة. ديوان مصر سكن الروح، هذه القوة العاطفية لا تخرج إلا من قلب مؤمن أنه مختلف وأن صوته يستحق أن يسمع، لكن التفرد امتحان عسير. أن تقول أنا متميز لا يكفي، بل يقتضي أن تحمل التجربة إلى أفق لم يطرقه الآخرون. أنت متميز في إيه؟ في قصيدة مثل غزة مثلا العاطفة عالية لكن المعاني مألوفة، والخطاب أقرب إلى هتاف سياسي من كونه صورة شعرية مبتكرة. هنا يظهر التحدي، كيف أحول الاعتداد إلى ابتكار لا إنشاد؟ خطر الانعزال الإبداعي. إن إذا انغلق الشاعر في قوقعة أنا أفضل من الآخرين سيفقد أعظم كنز، الإنصات للتجربة الإنسانية الواسعة. الشعر ليست مباراة فردية، بل تفاعل مع الذاكرة الجمعية، مع أصوات الذين سبقوا ومع هموم الناس الذين يقرؤون الآن. التفوق لا يقاس بعلو الصوت بل بقدرة النص على البقاء، النصيحة والتوجيه. الاعتداد بالنفس مشروع، لكن التفوق الحق أن يترجم إلى تجريب فني، صور ورموز غير مطروقة، لغة جديدة تحرر الشاعر من المباشرة إلى كثافة بلاغية، ثم الانفتاح على النقد وعدم الغضب منه، لأن هذا لا يضعف الثقة بل يثقلها. خاتمة الكلمة الثالثة، أن تؤمن بأنك متميز، هذا حقك وهذا سرك، لكن الشعر لا يمنح تاجه لمن يرفع صوته، بل لمن يزرع في اللغة بذرة لم يبذرها غيره. فاجعل اعتدادك بنفسك جسرا إلى التجديد لا جدارا للعزلة، وكن أعظم من أن تنافس غيرك. نافس نفسك وتجاوزها في كل ديوان. وفي الختام، لكم مني ألف تحية وألف سلام، وأن نظل معا في محبة ووئام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.